تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من استرجاع أعداد هامة من رؤوس المواشي وتوقيف شخص. العملية النوعية نفذت عبر إقليم اختصاص الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكرون بعد استغلال معلومات مفادها وجود قطيع من الأغنام بأحد المزارع المهجورة بدوار عين الكرمة بلدية بغرارة السعودي مجهول المصدر. بعد التحري وجمع المعلومات والتنقل إلى عين المكان تم توقيف شخص 40 سنة على متن شاحنة صغيرة يقوم بنقل رؤوس الماشية من المزرعة المشبوهة، وبالتنسيق مع نيابة الجمهورية لدى محكمة عين فكرون تم تفتيش عدة اسطبلات ملك للمشتبه فيه، أين استرجعت وحداتنا 140 رأس من الغنم والماعز. العملية مكنت من حل 6 قضايا سابقة بإقليم المجموعة وكذا المجموعات المجاورة. بعد التنسيق المحكم مع هذه الأخيرة سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق. قاعد في دار الحقائق ولا بريقات تاع فكرون قالوا لي رانا لقينا قطعة غنم، راني جيت لقيت الغنم تاعي عندهم 65 راس، ونشكر الدرك الوطني تاع عين فكرون كامل قام لي بالواجب وعاونني وصار معايا ليل طول حتى الصباح، دابح عسلي غلبي حتى الصباح حتى جاو تاع الزراطة باش عطاني غلب. المهم قصة خير بارك الله فيهم، ونشكر البريقات تاع عين فكرون ام البواقي باتوا قايمين معايا ليل طول.